السلام عليكم. رسميا راه تم الإعلان اليوم من وزارة التربية الوطنية على تاريخ إعلان عن النتائج تاع مسابقة الأساتذة لسنة 2026. قال لك راح يكون إن شاء الله بتاريخ 6 أوت يوم الخميس على الساعة 10 إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وهذيك هي من 6 أوت. ماذا بكم الجماعة اللي راهي هملت لها الاستمارة ولا تدخل للموقع اللي سجلت فيه، نفس الموقع اللي هو هذا كونكور اوناك دي زاد، نفس الموقع اللي سجلت فيه النهار الاول. تدخل فيه يسي تدخل الحساب تاعك، كي تدخل هنا تخرج لك المنصه كيما دير تسجيل، دير الدخول الى حسابك. كي دير الدخول الى حسابك يخرج لك اسم المستخدم وكلمه المرور. الناس اللي راهي دايره حفظ الكلمه المرور غادي كي تدخل غادي تخرج لك كيما خرجت لك كيما هاك، دير غير دخول تدخل ديريكت للصفحه تاعك باش تشوف. بصح الناس اللي نسات ولا اذا مازالت عندك الاستماره تاع التسجيل، في الاستماره تاع التسجيل تلقى كاتب اسم المستخدم وكلمه المرور. اللهم في الاستماره تسيبهم كاتبين، فاللهم بحوس عليها من دروك باش نهار الخميس ما تليش تحوس الناس تشوف وانت تحوس على الاستماره. من دروك وجدها وإسي إذا ما ستهاش إسي تتفكر شادرت اسم المستخدم وشادرت المود باس. ونهار اللي يعلنوا على النتائج نهار الخميس على 10 6 أوت تجي هنا تكتب كلمة المرور، دير تسجيل دخول، غادي تدخل للكونت تاعك. غادي كي تدخل غادي إذا مازال تمشي كيما داروا تاع منصة التعاقد المرة اللي فاتت العوام اللي فاتوا، غادي تجي تهود هنا لتحت. هنا لتحت تسيبهم كاتبين لك يا بالاحمر، كاتبين لك مثلا الرقم، مثلا اذا الترتيب تاعك على حسب الرتبه تاعك مثلا في ولايتك كلاسيت مثلا نقولوا 10، تسيب كاتبين لك 10. اذا كاين مناصب فوق 10 غادي يكتبوا لك مثلا صاي انت راك مقبول، مثلا كاين 11 منصب في هذه الولايه تاعك، تسيب روك باللي يكتبوا لك الرقم هذاك 10 بالاخضر، يكتبوا لك باللي ناجح. والجماعه اللي تكون احتياط اللي كتبوا له الترتيب تاعه قال مثلا 14 ولا 15 ويكتبوا له باللي احتياط. والناس اللي خسرت يكتبوا له الرقم هذاك بالاحمر ويكتبوا له باللي ما نجحش. هذه هي. وذاك من نهار اليوم الخميس تبان الاعلان تاع النتائج كما يكون. احنا الاساس انه الحاجه اللي بغينا ناكدوا عليها انه الموقع هو هذا كونكور اوناك دي زاد اللي نفسه اللي سجلت فيه النهار الاول. اللهم الناس اللي عندها الاستماره تاع التسجيل هذيك يجي يحوسوا عليها ويجبدوها خاطش فيها باش تقدر تدخل الحساب تاعك باش تشوف روحك اذا ناجح ولا فاشل. وبالنسبه للناس اللي ما صابتهاش يدخل اذا مسجل هو في البي سي تاعه وداير حفظ كلمه المرور تقعد محفوظه، واذا مسجل في التليفون تاعه وداير حفظ كلمه المرور تقعد محفوظه عنده في المتصفح. واذا موش داير حفظ اللهم يسي من ضروك يتفكر ويدخل للموقع هذاك يتفكر كلمة المرور حتى يدخل، حتى يسيب كلمة المرور تاعه اسم المستخدم باش يدخل، باش نهار الخميس ماشي الناس تشوف وانت يا بحرت لي غير كيفاش تشوف. وهذه هي الناس اللي تحوس للمصدر. باش تتأكد على المصدر تدخل لوزارة التربية، موقع وزارة التربية الوطنية، راهم دايرين دايرين عاجل بلاغ بخصوص الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية وكذا التوظيف على أساس الشهادة الخاصة بالأساتذة. كي تكليكي عليه يديك للبلاغ. البلاغ هذا صدر غير اليوم 2 أوت. هذا هو لتحت مثلا كيما هذه تاع المهنيين. احنا اللي تهمنا في هذا البلاغ تهود لتحتها. ثانيا مسابقة التوظيف على أساس الشهادة الخاصة بالأساتذة في المستويات التعليمية الثلاثة الابتدائي المتوسط والثانوي بعنوان سنة 2025. إنه سيتم الإعلان عن النتائج يوم الخميس 6 أوت ابتداء من الساعة 10 صباحا على الحسابات الإلكترونية للمترشحين على المنصة الرقمية من خلال رابط. هم كاتب لكم الرابط هنا. الناس اللي تحتاج خطر اخويا ديروا كابتير باش اونكا خطر اخويا نهار الخميس تدخل فيه. هو كونكور اوناك دي زاد، نفس الرابط اللي سجلت فيه نهار اللي بغيت تدير المسابقة. هذا هي. وهذا هو الإعلان اللي كنا بنعلنوا عليه. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. وما تنساوش وجدوا الاستمارات تاعكم اسم المستخدم وكلمة المرور باش نهار الخميس على 10 تقدر تشوف بسهولة. هذه هي. وبارطاجي معك الفيديو للناس اللي تحتاجه. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.